متابعينا الكرام، السلام عليكم. رجعنا لكم في هذا الفيديو الجديد. اذا غادي نتكلموا على افتتاح مركب محمد الخامس ومقابله الديربي. اكيد اننا افتقدنا لقاء الديربي مركب محمد الخامس والابداعات اللي كتكون فيه، ونتمنوا ان هذا الديربي هذا يدوز بخير على خير ويدوز باجواء رياضيه واجواء حماسيه. اذا كيف ما قلنا، بعيدا عن مظاهر التعصب والشغب، نتمنوا نشوفوا كذلك كره على مستوى ارضيه الملعب، ونشوفوا تنافسيه من كلا الفريقين، وتدوز هذه المقابله في احسن وافضل الظروف، وتكون الفرحه كبيره. لان مركب محمد الخامس ان شاء الله على حساب ما يروجون غادي يتم الافتتاح ديالو من جديد اواخر هذا الشهر هذا، وغادي يحتضن لقاء الديربي. ونتمناو ان الجماهير تحلى بالروح الرياضيه، سواء جماهير الرجاء الرياضي سواء جماهير الوداد الرياضي. نشوفوا واحد الجماهير اللي كتنافس في التشجيع وفي اطار كل ما هو رياضي، بعيدا عن كل اي بعيدا عن اي شي سلوك اللي ما كيليقش بالكره، وما كيليقش لا بجماهير الوداد الرياضي لا بجماهير الرجاء الرياضي، لاننا كنعرفوا الجماهير الحقيقيه هي اللي كتبدع، هي اللي كتصايب التيفوات، هي اللي كتعطينا واحد اللوحات جميله في المدرجات. ونتمناو ان هاد الديربي هذا ننجحوه كلا الجمهورين ينجحوا هاد الديربي هذا، ويكون ديربي ديربي رائع، ديربي زوين، ونشوفوا الابداعات ديال الجماهير في ارضيه مركب محمد الخامس. اذا حتى لهنا متابعينا الكرام، غنقول لكم نهايه هذا الفيديو هذا. تلاقاو في فيديو اخر، موضوع اخر، دائما عبر هذه القناه هذه. واللي كشاهدنا اول مره ما ينساش يضغط على زر ابوني وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد.